دي فلوتس اللي كلنا عارفينها. دي بقى سنيكرز وباونتي ويفر رولز اللي احنا مش عارفينها. يلا بينا نعرفها. يلا بينا، بس الاول نقيم نقيم اللي احنا عارفينها اصلا عشان يبقى عندنا حاجه نبني عليها. اتفضل يا مومبي. فلوتس العاديه حلوه جدا. مفيش سكرها حاجه تتقال. حلوه سكرها جدا، خفيف وهشه نجرب سنيكرز بقى. انا متحمس جدا اعرف طعمهم عامل وأنا ازاي. يعني الصراحة. سنيكرز هتحط التاتش بتاعها ازاي؟ اوه دي عليها حاجات من فوق، ده ايه ده؟ سوداني كراميل ده ولا ايه ده؟ اظن عشان سنيكرز بيبقى جواها سوداني. هي ريحتها سوداني فعلا. بص شكلها حلو قوي. ايه ده مفيش كراميل جوه. في كده. يلا بينا. بينات باتر. حاجه شبه البينت باتر كده بس مسكره قوي. بس بصراحه دي احلى من السنيكرز العاديه، احلى من الشوكولاته سنيكرز يعني بالنسبه لي. انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت تخلص خالص وتسمعني. لا طبعا مش بالنسبه لي سنيكرز تقيله قوي، دي مع خفيفه. نفسك. اراء مع نفسك. اراء. اكتر حاجه بحبها باونتي. يا رب ما تخيب ظني بقى. ايه كوكونات من بره. اوه الحشوه اللي جواها شكلها. شكلها تبقى جامده. ريحه الكوكونات فظيعه. ريحه الكوكونات فظيعه. ايوه كده. اختراع جامد. ايوه اختراع جامد هنا والله. في تاتش الباونتي باين. لكن اللي بتاعت سنيكرز لو شالوا كلمه سنيكرز مثلا ممكن عادي مش هعرف. جامده. الحشو اللي جوه ده الصراحه طعم الكوكونات باين فيه قوي، والفليكس بتاعت الكوكونات اللي من بره دي فظيعه بجد. بالزبط. دي تحفه. دي تحفه دي. انا لو هرتبهم باونتي اول حاجه، بعد كده فلوتس، بعد كده سنيكرز. انا كمان برضه نفس الكلام. بس كده دي كانت اخر حاجه معانا في حلقه النهارده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وفولو، واكتبوا لنا في الكومنتس حاجات تانية نجربها. باي.